السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنقدم لكم وصفة الكسرة مرخي، ماهيش كسرة رخسيس ولا هي المطلوع. هذه الكسرة نوعيتها يعني جد ممتازة بنينة، فيها نوع من الحلاوة كأنها حط فيها السكر رغم انه ما فيها حتى سكر، ولانه طلبوها مني اخوات مصريات اليوم حنقدمها لكم باذن الله بكل التفاصيل تاعها. انا عندي سميد اللي هو سميد البسبوسة بالنسبة للأخوات المصريات، هذا سميد السيمولينا. أنا بالنسبة لي السميد راهو شوية خشين فخلطته بشوية فارينة. بالنسبة للأخوات الجزائريات عادي ممكن تستعمل السميد وحده اللي نشروه تاع الكسرة عادي. أنا السميد تاعي شوية خشين فزودت له شوية فارينة بيجيني خفيف. أنا الكمية اللي لهنا راي كبيرة، عندي 4 كيلو سميد، 3 كيلو سميد ورطل فارينة، عندي 80 جرام ملح. لكل كيلو سميد نحتاجه 20 جرام ملح. بالنسبة للخميرة عندي تقريبا 60 جرام خميرة. عفوا بالنسبة للخميرة هنا عندي 40 جرام خميرة بالنسبة ل4 كيلو. وعندي الكاس هذا تاع الزيت، وحنستعمل شويه كربونات درك نعطيلكم بالملعقه، وعندي مغرف زبده فقط للعجن. الزبده تعطي ريحه طيبه في الكسره وطراوه جميله وطعم ألذ كمان. بالنسبه للعجين انا حنعجن لكم شويه لهنا باه تعرفوا كيفاه تتعجن باليد. الباقي حنحطه في البيترا تاعي. ندير لكم حنستعمل هذه علبة زبدة لابيل اللي تهز 500 غرام. 3 منها حيعملوا لك 4 خبزات فيها كيلو و200 غرام، يعني 3 منها كيلو و200 غرام ويعملوا لك 4 خبزات. هذوما 3. هنحط الملح تقريبا 20 غرام، 1 2 1.5 يعني هو 20 غرام. مغرف وشويه هكا. عندنا الزيت هاو حندير لكم بالمغرف. عندي 1 2 3 مغارف زيت كافيه. بالنسبه للخميره ديما ما نحطوش الملح والزيت مع الخميره، ديما نحطوها وحدها. حنحط بالنسبه للمرخي ما نحتاجوش كميه خميره كبيره، اللي هي مغرف وربعها كافيه. وعندي الكربونات، هاي كربونات شويه برك تاع كربونات. الماء ما ذكرتلكمش، الماء نحتاج ماء دافي يكون دافي. انا نستعمل الماء دافي في الرخسيس في المطلوع. الماء دافي يعطينا عجينه جيده. حنبدا نبل نبل. احنا في الجزائر نستعملوا قصعه اللوح باه نعملوا الكسره. بما اني في المحل قصعه اللوح تاعي في الدار وراني نعجن في البترا، لكن على جالكم راني نحاول نعطيلكم كيفاه تتعجن للناس اللي ما عندهاش بترا. اللي عنده بترا يحط في البترا. استمروا هكا حتى نلموه.
بعد ما لميتها شوفوا كيفاه راني نعجن فيها الكسرة. قبل اولا بعد ما لميتها تشوفوا فيها، شوفوا كيفاه حرشة مازالت لهنا ما تعجنتش. هذه ما تعطيك حتى نوع تاع كسرة. في الحالة هذه الاخوات اللي ما عندهمش البيترا يلمها بالطريقة هذه. العجينة ما هي يابسة وما هي طرية، اعملوا حسابكم لي السميد حيزيد يشرب. في الحالة هذه حنحطوها ترجعاها هكا وخلاها وغطاها وخلاها ترتاح نص ساعة. الاخوات اللي عندهم بيترا العملية سهلة، طول يحلوها في البيترا ويخلوها تتعجن. اللي ما عندهمش بيترا اكيد حيبدوا يعجنوا. وطريقة العجن تاع الكسرة هي انك تحكمي تقطعي الكسرة. يعني مش عارفة بالمصري كيف نفهمها للأخت نورة، انك هاي الطريقة بحسب الصورة احنا نقولوا نقطعوا الكسرة بالطريقة هذه. تمزيق. زوجي يقول لي تمزيق. راهو يقول لي تمزيق، عنده الحق. تمزيق للعجينة. نمزقوا العجينة ونرجعوا لما الاخ ابو حنين راهو يطلب في الكسرة. خويا ابو حنين راهي هكذا الكسرة باذن الله تجرب وزوجتك تفرح بالكسرة تاعك. نستمروا بهذه الطريقة. من بعد حنديروا مغرف زبدة، حتكون مغرف صغيرة بالنسبة للكمية هذه. حنديروا فقط مغرف زبدة وندخلوها في وسط العجينة ونستمروا في العجن لغاية ما نحسوها ارتبط. هذه طريقة عجينة الكسرة. هي الطريقة هذه رانا نستعملوها مع الرخسيس مع المرخي مع المطلوع، لكن المطلوع شوية طرية ما تعبناش قد الرخسيس والمرخي. ونعاود العجينة ما هي طرية وما هي يابسة، العجينة راهي حاكمة روحها ومنطو خفيفة في اليد، نقدروا نعجنوها بسهولة. العجينة بعد ما تعجنت قدم هاي شوف كيفاه رطبة. لازم نتحصلوا العجينة رطبة. شوفوا معايا العجينة رطبة كي نعملها هاك ما تشققش ليا، مش كيف قبيله كيف ترك. ومنطو شوف رغم انها طرية ما تلصقش في البلون دو ترافاي تاعي، سواء في القصعة سواء سامحوني كاين اخوات ما يفهموش الفرنسي خاصة المصريات اللي معايا. العجينة ما لازمش تلصق في مكان العمل اللي نخدم فيه. هاكو تشوف ها ما تلصقش طرية وما تلصقش، هذا هو الهدف، طرية ما تلصقش. دركا رانا حنقسموها الى كرات. انا بالنسبة احسن يعني وزن بالنسبة ليا هو 405 غرام، راهي زايدة بزاف. زايدة 405. شوفوا معايا برك كيفاه الكرة كيفاه نديرولها. اكو تشوفوا هاني بالبطيء ها نمشي وندخل لداخل هاك، ندخل العجينة تاعي لداخل بالطريقة هذه. من بعد نحكم ونعمل الكرة.
لازم نتحصلوا على هذا الفراغ، هذا لازم نتحصلوا عليه، هو اللي سر نجاح يعني الخبز، الكسرة، اي نوع من المخبوزات. لانه هنا الغازات اللي تخرج من الخميره بسبب الفراغ هذا تهوي العجينه تاعنا خلال الطهيه. هاهي رانا تحصلت عليها، نحطها منا ترتاح. بالنسبه للكميه تاع كيلو ممكن تعملوا 4 خبزات وتحطوهم وتبدوا طيبوا، يعني ما تخلوهاش تخمر ولا تبدوا طيبوا. بالنسبه لي انا راني حنعمل 4 5 خبزات، والاخرين نخليهم على الجنب، نكمل هادو ونزيد نكمل باقي العجينه بالطريقه هادي. بعد ما وجدت العجينه تاعي وش حنحتاج؟ نحتاج حاجه تقدروا في قصعه سيرفيات نوجدوها على جنب، نحطوا سيرفيات ولا قصعه بركه ولا بلا ولا اي حاجه باه نحطوا الكسره تاعنا. حنحتاج الهادي، درك نقول لكم واش حنعملوا بها. لما عندكمش اداه هادي عادي سيرفيات هكا كافيه. درك نقول لكم واش نحتاجوا حاجه زي هاك، ولا عود كبريت، ولا حتى فرشات، يعني فرشات باه نطبوا بها الكسره تاعنا. نحتاج لهذا الطاجين، حنا بالجزائر هذا طاجين، هذا نقولوا له طاجين المرقوم. احنا عندنا طاجين رخصيص وطاجين المطلوع. هذا طاجين مرقوم، هذا ممكن نعمل فيه الرخصيص والمرخي والمطلوع. بالنسبه للاخوات العرب احنا عندنا هذه الطابونه، احنا نقولوا طابونه. لو ما عندكش على الغاز، على البوتاغاز زي ما بتقولوا يعني في مصر نحط. لو ما عندكش كمان الطاجين هذا تقدري تستعملي مقلاة او حاجه حديد من الحديد زي هذه، لكن الغاز اكيد يكون على نار قليله يعني لانه يحرق مش كي هذا. بالنسبه للعجينه تاعي ها هي كيف شفتوا راني حطيت الطاجين يسخن، مانيش حنخليها تخمر ديريكت، حنخدم بها. حنحتاج شويه تاع فرينه. الفرينه نعم، الفرينه هي الدقيق بالنسبه للمصريين، الفرينه هي الدقيق الابيض. السيمولينا او دقيق السميد بالنسبه لنا احنا كمان بنقول عليه دقيق السميد، يعني اللي هو دقيق السيمولينا بالنسبه للمصريين. انا بالنسبه ليا البلان دو ترافاي تاعي ولا طاوله العمل تاعي ممكن تلصق لي شويه، حندير شويه برك تاع فرينه ولا دقيق بالطريقه هذه. حنبدا نبطط العجينه، حنبدا نبططها. انا راني قادرين تستعملوا يديكم زي ما قادرين تستعملوا المدلك. دائما العجينه تاعكم لازم يا جماعه الخير تتغطى، العجينه لازم تتغطى. هذه لازم باه ما تعمليش قشره من فوق وتتشقق ويجي وجهها ماهوش مليح بالطريقه هذه. معليش راني اضطريت نحكم البورطابل بيد، زوجي هرب خلاني وحدي وانا مصره نوصل لكم المعلومه والفيديو. احنا نستمر بالطريقه هذه لغايه ما نتحصل على دائره. هاي اول خبزه، هذه اول خبزه فتحتها تكون قد بعضها كامل، ونمشي يدي بالطريقه هذه، نعدل الحواشي بالطريقه هذه. وحنبدا في تاني خبزه كيف قلت لكم ديما شويه تاع فرينه بالاسلوب هذا ونكمل. اما نستعمل هذا الكبير، شوف كل واحده وش يساعدها، او نستعمل هذا الصغير ونعدل. انا راني خليتها فقط حتى يسخن لي الطاجين مليح. حراره الطاجين لازم تكون سخونه مليح، لازم يكون سخون، لازمش يكون النار هاديه. في طاجين الفخاره لو على المقلاة او على المراه، احنا في الجزائر نقولوا المراه،
النار لازم تكون قليلة قليلة قليلة، لأنه ممكن يحرقها لك بسرعة. كي تحطوا العجينة تاعكم على الطاجين، غير تشوفوها بدات تعمل الفقاقيع هذه، لازم نقلبها. اوكي، بعد ما قلبت العجينة وش ندير؟ هذه الأداة ونروح نثقب. لازم الخطوة هذه لازم لازم لازم، لأنها ممكن تتنفخ جنب على جنب تولي زي الخبز العرب. ومن بعد الخطوة هذه نحركوها هكا، لازم نحركوها باه تطيب على كل الجناب. ونرجعوا للأداة هذه اللي قلت لكم وش وظيفتها انتم راكم شايفين كيفاه مهزوزة شوية على الجنب. نروحوا بهذه هك باه تطيب لنا على الحواشي كامل بالاسلوب هذا. نمشو، ما عندناش هذه سيرفيات طرشون، ونروح بالطريقه هذه شويه شويه، مش نرص، راني غير هكا نمشي برك فوقها ونكملوا نحركوا. كل مره لازم نحركوا. انا يديا راهي تعودت على الحراره، اكيد في حراره لهنا. نستمر بهذه الطريقه، ومن بعد حنزيد نقلبها. لازم هذا الابيض كامل يروح. راني فتحتها بحجم 2 ملم. رانا زدنا قلبنا الكسرة، نبقوا ديما نحركوا فيها ساعة على ساعة هكا. من بين القصص الطريفة اللي كانت تصرالي مع الكسرة، كي كنت في دار بابا كي نجي نقلب الكسرة نكبها في الأرض. اضحكي. كان بابا ياكلها وتجيبني وزيد يعطيني حق الخبز. مع الوقت تعلمت ماهيش سهلة بها تقلبوا الكسرة من فوق الطاجين. هاي ليكم الكسرة مرخي بعد ما طابت. الكسرة بالنسبة للإخوان المصريين اللي معايا، الكسرة هو نوع عيش جزائري بسميد السيمولينا. هو يعني عيش مشبع، ماهوش كي سميد كي كسرة الفارينة وكسرة الدقيق يعني، ومفيد جدا لأنه من سميد القمح. لو عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة
تعملوا اشتراك في القناة، وتبارطاجيوا الفيديو، وتفيدونا بتعليقاتكم، سواء تعليقات جيدة أو انتقادات. كاينة الأخت أسيل اللي هضرت على الفيديو السابق تاع المقروض، نوعدها اني نعاود لك الفيديو باكثر تفاصيل. هذاك الفيديو كان فقط موجود على الموبايل تاعي، وحطيته افتتحت به القناة. انتظروا وصفات اخرى وفيديوهات تانية. نعاود، ما تنسوش الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي لكم الداخل كيفاه زيها.